مشكله انه الناس خايفه، سمعت انه في عرض مغري جدا يصل الى $1 مليون في السنه لحسام البدري في احد الانديه او المنتخب الليبي، مش عارف، لكنه في عرض من ليبيا. البعض قال اهلي طرابلس، البعض قال المنتخب الليبي، لكنه البعض اكد جديه هذا العرض، وانه كان المفروض حسام البدري هيجدد عقده واستنى شويه. كلمة $1 مليون دي هتقلب عليها الدنيا. $1 مليون بس حلوه اليومين دول $1 مليون، والدولار عقبال عندك طالع في السماء ب 8.5 النهارده. 8.5 النهارده، 48 يعني عقبال عندك، يعني سوق سودا يعني. يعني على ما ترجع يبقى ب9 جنيه. انا بقول يا كابتن شوبير، في طبعا بعض العروض اللي ناقشين فيها بعض الانديه في الفتره دي، لكن انا كلامي واضح جدا. انا حابب مستمر مع النادي الاهلي في الفتره اللي انا مرتبط فيها مع النادي الاهلي. لا لمده قد ايه؟ لا لغايه نهايه الموسم، اذا كان هناك رغبه في الاستمرار بعد كده من الطرفين، يعني سواء مني ومن النادي الاهلي. ان شاء الله هيبقى فيه. طب ما نعرف دلوقتي، احنا اللي في ايدينا نعرف منك اذا عندك رغبه في الاستمرار ولا لا. اكيد ما دام موجود يبقى عندي رغبه في الاستمرار. تمام، يعني انت عندك رغبه في الاستمرار الموسم الجاي. خلينا ننتظر داخل الموسم، لكن كل فتره بفترتها لاشياء كثيره. لا معلش، اصل دلوقتي الناس هتفضل تتخانق معايا يقول لك لا ده حسام البدري لمح انه اخر السنه ومش هيكمل. انا ما رضيتش اجيب لك موضوع الجمهور، لكنه انا بتكلم باحترافيه يا كابتن شوبير. وارجو الناس تسمعني وتسمع رايي ده بمنتهى الوضوح. اتفضل. بتكلم باحترافيه، لا بجمل الكلام ولا. المدرب محترف. المدرب عنده بعض المعايير الخاصه به اللي هو يملكها عشان ياخد قراره بالاستمرار والتجديد. اشياء كثيره جدا خاصه ان الواحد يستمر من لا يستمر. كلام العواطف ان انا استمر، مجرد ان انا استمر واقول الكلام ده مش موجود في كره القدم. ده بيتي وانا ملتزم بيه. انا جات لي عروض في الوقت الحالي مغريه جدا، رفضت العروض المغريه دي عشان ده بيتي من خارج مصر. ملتزم وانا من خارج مصر. وانا ملتزم عشان انا موجود داخل النادي الاهلي وبحترم النادي الاهلي. رفضت العروض ديت، وانا بقول حتى ما هناقش العروض دي مع الانديه اللي هي عرضها عليا. هقول لهم وهخيرهم اذا كان مع بدايه الموسم ممكن ان احنا نفعل العقد، بشرط ان هتبقى كل الامور واضحه قدامي، النادي الاهلي والعروض الاخرى، واللي فيه ممكن الواحد يحقق انجازات هو اللي هيستمر فيه. لازم الناس تفهم الكلام ده. لكن انا ما اقدرش ما يبقاش عندي ادوات، ولا ما اقدرش يبقى ما عنديش امكانيات واقول ان انا هستمر مجرد ان انا استمر. فكل حاجه انا مستمر ومرتبط بالنادي الاهلي، وبحترم النادي الاهلي بيتي طبعا اللي هو عملني وعمل اسمي. ورفضت بقول عروض في الوقت الحالي مغريه جدا عشان انا بحترم النادي الاهلي وبحترم عقودي. اما تخلص السنه دي ان شاء الله هقعد وراجع اوراقي كلها واشوف الصح اللي اعمله ايه، وساعتها اخد القرار الصح. ايه اكتر حاجه مضايقاك؟ انه مثلا ما فيش لعيبه كتير